نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط أن مصادرها كشفت عن إخماد الأزمة الناشبة بين المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق الاتحاد وبين مدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد جلسة مصارحة جمعت البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق بالهداف المغربي، وانتهت باتفاق جنتلمان يحسم مصير حمد الله بالاستمرار مع ناديه. وكان الوضع تسوده ضبابية كبيرة حيال مستقبل هداف الفريق في الموسم الماضي بعد ازدياد الأحداث في الأيام الأخيرة وخروج الأزمة على السطح قبل الاجتماع الذي عقد بين الطرفين قبل انطلاق النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين. وأبلغ اللاعب مدربه بالموافقة، وانتهى الاجتماع بابتسامة من نونو سانتو الذي يراهن اللاعب كثيرا في الموسم الجديد على حسب ما ذكرته الصحيفة. وكانت قضية اللاعب عبد الرزاق حمد الله قد بدأت بعدما أخبر اللاعب إدارة ناديه برغبته في الرحيل رغم أن عقده يمتد حتى عام 2025، لكن اللاعب شعر بعدم الرغبة الإدارية باستمراره ليطلب الرحيل قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو الأمر الذي اتخذ معه سانتو قرار إبعاد اللاعب عن مواجهة الهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية حتى يجري حسم موضوع اللاعب. وكانت إدارة نادي الاتحاد قد عرضت حمد الله على نادي الشباب ومعه في ذلك عبد الرحمن العبود مقابل ضم المدافع الدولي حسان تنبكتي، حيث كانت المفاوضات تدور حتى منتصف الأسبوع الحالي. وأثار موضوع استمرار حمد الله الحيرة بين أوساط جماهير الاتحاد والتساؤل على المدافع الأجنبي سيكون بديل أي لاعب من محترفين الاتحاد المتواجدين حاليا، بعدما أشارت تقارير صحفية عن مفاوضات نادي الاتحاد مع خيارات عديدة في خط الدفاع للتعاقد مع أحدهم في الميركاتو الحالي. أبرز هذه الخيارات الإسباني راموس والفرنسي توديبو وقلب دفاع مانشستر سيتي لابور. وعلى الخيارات المحلية ما زالت إدارة الاتحاد في مفاوضات مع إدارة الشباب من أجل التعاقد مع حسان تنبكتي، ومع إدارة التعاون من أجل التعاقد مع حسن كادش. وما زال اللاعبان عمر هساوي وسهيل المنهاري يجرون تمارين بهدف اللعب أول مباراة بالدوري في حال سمح لهما المدرب والجهاز الطبي. ومن المتوقع أن يتم إسقاط اسم طارق حامد من كشوفات الفريق لتسجيل فابينيو ومشاركته أمام الرائد.